هيلانا أول طبيبة مصرية. اتولدت هيلانا سيداروس في طنطا 1904. أهلها دخلوها كلية البنات القبطية، بس هيلانا ما كانتش طالبة عادية أبدا، كانت شاطرة ومتفوقة جدا لغاية ما دخلت كلية إعداد المعلمين. وفي خلال دراستها جات لها بعثة تعليمية في إنجلترا علشان تدرس فيها الرياضيات. وفي لندن عرض المستشار الثقافي إنها تدرس الطب، وقال لها إن مصر عايزة تدرب مجموعة من الطالبات المصريات في مجال الطب علشان يديروا مستشفيات النساء في مصر. وتم اختيار هيلانا ضمن أفضل 5 مصريات يدخلوا مدرسة لندن الملكية للنساء سنة 1922، واتخرجت بعد 7 سنين، بس عمرها كان لسه معداش 25 سنة. ورجعت القاهرة علشان تشتغل طبيبة، وأصرت إنها تفتح عيادة خاصة بيها. بس وقتها الأمر ما كانش سهل خالص، لأن كانت أقصى وظيفة ممكن تشتغلها الست هي التدريس، أما الطب فكان للرجالة بس. في مستشفى القبطي اللي كانت هيلانا واحدة من مؤسسينها واللي لسه موجودة لحد دلوقتي، كانت بتعمل هناك عمليات التوليد. فضلت شغالة في المستشفى لحد عمرها ما بقى 72 سنة. بس رحلتها ما وقفتش هنا، واشتغلت مترجمة لكتب وقصص الأطفال لحد ما رحلت عن عالمنا وكان عمرها 94 سنة، ودي تبقى أول طبيبة في مصر.